عرفت انك انت بتبدأ في مكان اكنه هو مكان خاص بيك، مش انت شغال موظف او بشكل وظيفي اكتر. بالذات ان انا كنت في البداية لسه متخرج من الجامعة، ان انا اكني عندي البيزنس بتاعي داخل ريماكس. زمايلي اللي موجودين معانا في المكتب، انا لو كنت شغال لوحدي ومن غير الناس اللي معايا دول ما كنتش عرفت ان انا انجح. من كل واحد بينقل لك تجربته، دي بتساعدني وبتخليني اسبق بخطوه. يعني النيتورك اللي موجوده في مصر كلها. تاني حاجه ان انت لما بتخش ريماكس بيبدا فيه تريننج تبدا تحضره. من اكتر الحاجات اللي ساعدتني الفاير اب اند سكسيد، ده من الحاجات اللي الصراحه مش هنساها. في حياتي عموما، في طريقه تعاملي مع صحابي، طريقه تعاملي مع الكلاينتس اللي انا اعرفهم، بدات اتطور في حاجات في شخصيتي نفسيا، يعني في حته الهندله نفسي، في حاجات ليها علاقه باداره وقتي في بيتي وفي شغلي وفي حياتي. بقيت احط بيزنس بلان لكل حاجه، يعني مش اللي هو انا لو رايح مثلا المفروض اروح سوبر ماركت اجيب حاجه للبيت، بقيت لازم احط بلان لده عشان عارف في الوقت الفلاني. فيعتبر هي اسلوب حياه، يعني الموضوع مش شغل بس يعني. العيلة يعتبر أنا في مكان يعني زي عيلتي، بقضي معاه وقت أكتر من البيت نفسه. تاني حاجة الصداقة، أنا أغلبية أصدقائي دلوقتي كونتهم في ريماكس داخل الأوفيس اللي أنا فيه. تالت حاجة السبورت اللي بيقدموه، دايما في سبورت، في كل وقت في سبورت مختلف وأفكار جديدة.